النهارده بقى هقول لكم ازاي نسيح السمنه، وازاي كمان نعرف السمنه المغشوشه من السمنه الفلاحي الاصلي. انا هنا سيحت كميه السمنه، انا عامله 3 كيلو. بصوا، رايقه وزي الفل. دي زبده جاموسي، وهعرفكم كمان بنستعمل السمنه الجاموسي في ايه والبقري كمان في ايه. ودي المرطه اللي طلعت منها، يعني ريحة وطعم، وجايباها من مكان مضمون. اهم حاجة تجيبي الزبدة الفلاحي من حد موثوق فيه، وهقولك ازاي تعرفي ان هي مش مغشوشة. انا هنا معايا الزبدة الجاموسي. بصوا حبايبي، جميلة وما فيهاش اللبن الخض بتاعها اللي هي مصفياها خالص، يعني مش مغشوشة ومية في المية. انا جايباها من حد فلاح موثوق فيه. بصي، تمسكي الزبدة القطعة كده تدعكيها بين صوابعك، تلاقيها دابت بسرعة، تعرفي ان دي مش مغشوشة. لكن لما تلاقيها مدهننة في ايديكي، اعرفي ان السمنة دي مغشوشة ومش اصلي. انا هنا جبت حلة، ولازم الحلة تكون ناشفة خالص، وتتأكدي ان ما فيهاش نقطة مية، ونرفعها على النار. رفعت هنا حلة الزبدة على النار، والنار متوسطة، لا عالية قوي ولا واطية قوي، لغاية ما تسيح خالص. وهي ابتدت اهي تسيح، وادي الزبدة ريحتها جميلة. تعرفي كمان ازاي ان هي مش مغشوشة؟ بتلاقي ليها ريحة مميزة. يعني كلنا عارفين ريحة البلدي اللي كنا بنلاقيها عند اهالينا. هنا اول ليه ما فكت وغليت غلوة، انا نزلت عليها معلقة من الملح، وهستمر كده في التقليب. وده الفوران بتاعها. ممكن ناخد الوش دوت بيبقى وش الزبدة وهي بتسيح، وممكن نسيبه وهو بعد كده بيبقى مرتة معانا. ايدينا في السمنة على طول علشان ما تتحرقش مننا. بصوا بوريكي هنا المرتة هي ابتدت تلون كده معانا، والريحة ما شاء الله عليها. انا هنا بستعمل يا حبايبي الزبدة الجاموسي اللي هي البيضة ديت في الطبيخ، يعني في الحوادق. الزبدة الصفراء بحبها اكتر في الحلويات، في اكل خفيفة. لكن الزبدة البلدي الجاموسي بتبقى حلوة في الاكل، طعمها حلو كده. ومفيش مانع طبعا واحنا بنطبخ بيها، ممكن نساعد معاها بشوية زيت ذرة. السمنة هنا عندي اهيت خلاص كده، وخدت لونها اللي زي الفل. انا طفيت عليها، بس برضو بتفضل تستوي شوية مع نفسها. وهنا عبيتها اهيت في البطرمان، ما شاء الله زي الفل. وادي المرتة، واشوفكم على الف خير.